السلام عليكم طلاب الصف السادس الثانوي، اهلا بكم. اتمنى تكونوا بخير يا رب. النهارده موعدنا مع حصه جديده، حصه حل شيت الاحماض. شيت الاحماض عباره عن 100 سؤال، حاجه بقى كده على كيفك بالمعنى الاصح. هنلم كل افكار الاحماض، كل الدنيا. هو الاحماض اصلا سهله مش صعبه قوي. هنا هنتعلم ازاي الحمض نشتغل معاه، ازاي نعمل كذا، ازاي نعمل كذا، ازاي نعمل كذا. محضر لك شيت مهم جدا، شيت قوي جدا. اتمنى من الله عز وجل ربنا يكرمنا ويرفعنا على خير. ويلا نبتدي بسرعه مع بعض. الاحماض، اول حاجه المجموعه الفعاله في الاحماض هي مجموعه ايه؟ طبعا مجموعه الاحماض هي مجموعه كربوكسيليه عباره عن COOH. حلو الكلام. طيب هي تسمى مجموعه كربوكسيل، صح يا مستر؟ مجموعه كربوكسيل. طيب تنفع كربوكسيل، تنفع كربوكسيل. وينفع اقول يا مستر مجموعه الOH مع الCO؟ عشان برضه ينفع اقول لك ان احنا عندنا الكربوكسيل ده حتتين. الكربوكسيل اول حته عباره عن CO اللي هي مجموعه ايه؟ الكربونيل، والحته الثانيه OH. يبقى الكربوكسيل عباره عن مقطعين، لا اما اسمها على بعضها كربوكسيل، لا اما كربين لا اما كربونيل زائد هيدروكسيد. اذا اجابتان الف وجيم معا او الف وب معا. تنفع دي وتنفع دي. طيب الإجابة بتاعتنا المجموعتان الف وب معا او مجموعه ب. سؤال اذا يا جماعه الاجابه بتاعتنا المجموعتان الف وجيم معا او المجموعه الفعاله ب. طيب الصيغه العامه للاحماض الكربوكسيليه الاليفاتيه المشبعه هي مين؟ بكل بساطه مستر الاحماض عباره عن ار ورا منها COOH، يعني عباره عن القايل ومعاها COH. ادي القايل وراها COH، ادي مجموعه الالقايل. اي الصيغ التي تعبر عن حمض عضوي كربوكسيلي. حمض عضوي كربوكسيلي احنا بنتكلم في ايه مثلا؟ حاجه زي مين؟ هنفترض فرضا عباره عن HCOOH. تعالوا نشوف ده كام موجود. اول فرض عندنا كام سي؟ واحده سي. كام اتش؟ 2 اتش. كام او؟ 2 او. ده موجود، اجابه رقم ب. طبعا ممكن نجرب كذا حمض لحد ما حاجه تلقط معانا. بالمناسبه الاحماض لو هنتكلم كمجموعه بتاعتها وظيفيه او مجموعه فعاله هي عباره عن COOH. طب ايه رمز الاحماض يا مستر؟ عباره عن الكين C2H4 ومعاه O2. رمز الاحماض عامه عباره عن الكين ومعاه E2، ده حمض الاسيتيك. فالاحماض عموما عباره عن الكين ومعاه O2، دي الاحماض. طيب اي مركبات الاتيه اكثر حامضيه؟ اكثر حامضيه يا مستر اكيد هو حمض الايثانويك. الفينول اكثر حامضيه منين؟ الفينول اكثر حامضيه من الكحول، فده عباره عن C2H5OH. يبقى الفينول اكثر حامضيه من الكحولات. الترتيب التصاعدي الصحيح من حيث الصفه الحمضيه، مين في دول اكثر صفه حمضيه؟ اكثر صفه حمضيه هو حمض الهيدروكلوريك، يجي بعد منه الفينول ثم الايثانول ثم الميه. اتفقنا مع بعض يا جماعه ان الاحماض المعدنيه هي البابا، هو اقوى حاجه في الحموضه، ثم الفينولات ثم الايثانول ثم الميه متعادله. سؤال رقم 7. الحمض الاليفاتي الذي يحتوي على 3 ذرات كربون يسمى ايه؟ حمض عنده 3 كربون هو حمض البروبانويك. يعتبر حمض الاوكزاليك من الاحماض الايه؟ حمض الاوكزاليك رمزه ايه؟ COOH رابطه COOH. يعتبر حمض الاوكزاليك حمض اليفاتي ثنائي، يبقى اليفاتيه ثنائيه. السؤال اللي بعد منه حمض التيرافيساليك. حمض اخباره ايه؟ حمض التيرافيساليك يا مستر حمض اروماتي ثنائي القاعديه. اروماتي ثنائي القاعديه. الصيغه الجزيئيه لحمض ايه؟ هي C2H4O2. ده عباره عن الكين O2 صح؟ كم كربونه؟ 2. كم كربونه؟ 2. يبقى حمض الاسيتيك، عباره عن حمض الاسيتيك. الحمض الذي له تاثير على كلوريد حديد 3. الحمض بيأثر على كلوريد حديد 3، يبقى انا عايز حمض عنده OH والOH مربوطه بقرايل. عارف ليه؟ لان اللي بيأثر على كلوريد حديد 3 هو الفينول، فانا عايز حاجه شبه الفينول. يعني عايز حمض عنده OH والOH مربوطه بالقرايل، فمش هلاقي احسن من حمض السلسليك. اشمعنى؟ لان حمض السلسليك يا باشا رمزه عامل كده. بص كده، ادي حمض السلسليك. يعني حمض السلسليك اساسا عنده الOH بتاعت الفينول وعنده الحلقه بتاعت الفينول، فالحمض اللي اتاثر بكلوريد حديد 3 هو حمض السلسليك عشان عنده OH وعنده حلقه، ويدي يا مستر لون ايه؟ لون بنفسجي. يصنف المركب ده على اساس ان هو ايه؟ هات المركب القمر ده اهو كده. الباشا ده عنده COOH فيصنف حمض اهو. عنده COOH يبقى حمض، وعنده OH يبقى حمض وكحول. يصنف من الكحولات والاحماض العضويه. قاعديه الحمض العضوي تتحدد بعدد ايه؟ بعدد مجموعات الكربوكسيل. في احماض احاديه ثنائيه ثلاثيه على حسب عدد الكربوكسيل قد ايه. سؤال رقم 14. اي الاحماض الاتيه يعتبر حمض دهني مشبع؟ معنى حمض دهني مشبع من الاخر كده مثلا ما عندوش ايه؟ بص كده، لا يوجد باي، معنى كده حمض عضوي مشبع. الحمض اساسا عباره عن ايه؟ عباره عن الكين. الكين رمزه ايه؟ CnH2n. بعد كده عندنا ايه؟ O2. ده رمز الحمض عامه، عباره عن الكين ومعاه O2. ده الصيغه العامه بتاعت الاحماض، الكين معاه O2. لو جربت اي حمض تلاقي الحمض اساسه ايه؟ الكين و2. طيب انا عايز حمض ايه؟ عايز حمض دهني مشبع. طب حمض دهني مشبع يا مستر تعالى كده. لو احنا عندنا C4H8O2
مش تقريبا كده مستر 2 في 4 ب 8 وعندنا O2 دي مظبوطه؟ دي مظبوطه. ده حمض ايه ده؟ حمض عنده 4 كربون، فده حمض بيوتان ويك. مش ده حمض مشبع؟ يا مستر حمض مشبع. جرب اي حمض تاني كده تلاقيه مش مشبع. يعني مثلا 2 في 18 2 في 18 ب 36، يعني مفترض دي تبقى 36 لكن دي ب 34 فما ينفعش. طب 2 في 4 ب 8 بقت 6 ناقص 2 برضه ما ينفعش. طب يا مستر ده حمض ايه؟ ده مش حمض يا مستر ايه؟ ده حمض اروماتي. ما ينفعش عندنا حمض اروماتي، لان الحمض الاروماتي ماله؟ حمض اروماتي غير مشبع، لان عنده حلقه فعنده باي. حلو كده المشكله؟ فاذا يا باشا ما عندكش حل غير مين؟ غير باشا القمر ده. ده فعلا حمض مشبع. تقول لي يا مستر ده الكين معاه O2. يا حبيبي هو الصيغه بتاعته الكين معاه O2، لكن الحمض لما يجي يترسم بيترسم مشبع. طب طبق مثال C2H4O2، ارسم لي ده كانه حمض. تقول لي ده حمض الاسيتيك صح؟ ايه رمز حمض الاسيتيك؟ سي رابطه COOH، هنا H معاك كام قشايه؟ معايا 4 قشات، 1 2 3 4، ادي 4 قشات اهم كده، 4 قشات مظبوطين. كام كربونه؟ كربونتين. كام O؟ 2 O. ده عباره عن الكين مع O2 صح؟ بس هل عندك رابطه باي؟ ما عنديش، يبقى ده حمض دهني ايه؟ مشبع. طب بص الاجابه بقى، الاجابه مهمه. الصيغه الكيميائيه تمثل حمض دهني غير مشبع. يعني ايه غير مشبع يا مستر؟ يعني عنده باي. الصيغه بتاعتنا ايه؟ الصيغه بتاعتنا CnH2n زائد O2. دي الصيغه الايه؟ الصيغه المشبعه. اكتبها عندك كده، دي صيغه الحمض المشبع CnH2n زائد O2. طب يا مستر عايزينه غير مشبع، يبقى لازم القانون ده ما ينطبقش. طب بص كده، بص الرقم ده 17 في 2 بكام؟ تقول لي يا مستر 17 في 2 بكام؟ ب 34. طب باقي 33، يبقى كده المركب ده غير مشبع صح؟ غير مشبع ليه يا مستر؟ لان بكل بساطه المفترض لما اضرب 17 في 2 تطلع ب 34. حلو الكلام ده. طب الباشا ده يا مستر لما جيت ضربته ما طلعش بالرقم بتاعي، طلع ايه؟ ده طلع يا مستر برقم ايه؟ طلع يا مستر برقم اقل من 34. يبقى احنا كده حذفنا اتشايه صح؟ يبقى انا عندي رابطه، عندي رابطه باي. يبقى اذا اجابه رقم د صحيحه. ليه؟ لان لما طبقت القانون 2 في 17 ب 34. طب يا مستر دلوقتي احنا عندنا في اتشايه ناقصه، يبقى احنا شلناها وحطينا مكانها باي صح؟ ما ينفعش، يبقى ده حمض ايه؟ غير مشبع. احد هذه المركبات هو حمض دهني غير مشبع برضه. مين يا باشا غير مشبع؟ ده عباره عن حمض الاسيتيك مظبوط. طب تعالى كده معايا، 2 في 15 بكام؟ 2 في 15 مستر بكام؟ ب 30. طب عندنا 31 ليه؟ اصل هو جاب الاشياء دي هنا. يبقى كده المركب ده مستر مظبوط؟ اه مستر ده مظبوط كده فل. طب 3 7 ده برضه يا مستر مظبوط. طب يا مستر بص هنا كده، CH3 CC وCC كذا سي ورا بعضها، يعني CH3 رابطه سي 3 روابط سي. بص كده رابطه معرفش سي. ايه ده؟ ده انت عندك رابط ايه؟ بايو سيجما. ينفع؟ قال له ما ينفعش. يبقى ده حمض ايه؟ يبقى ده حمض غير مشبع صح؟ لا لكن ده حمض مشبع. ليه؟ ده عباره عن R COOH. بص كده ادي الار 2 في 15 بكام؟ ب 30. 30 و1 31. يبقى ده كده مظبوط خلاص. في مشكله كده يا شباب؟ طيب معايا بقى كده، احد هذه المركبات هو حمض دهني غير مشبع. مين في دول يا مستر حمض دهني غير مشبع؟ تعالى معايا كده، عايزينه غير مشبع. فالقانون بتاعنا مشبع ايه؟ القانون المشبع CnH2n ماله يا مستر زائد O2. عايزينه غير مشبع تقريبا يا مستر كده يبقى رقم ب. اشمعنى؟ قال له 2 في 18 بكام؟ ب 36. دلوقتي بقت 34. حذف كام؟ يبقى حذف اتشتين، يبقى ده غير مشبع. طب ده كده 16 في 2 مظبوطه. طب يا مستر 18 في 2 مظبوطه اهي. طب 12 في 2 ب 24 مظبوطه صح كده؟ لما اطبق هنا اطبق 12 في 2 ب 24 كده مظبوطه. 18 في 2 ب 36 مظبوطه. طب 16 في 2 ب 32 مظبوطه. مين اللي مش مظبوطه؟ رقم ب. رقم ب المفروض تطلع ب 36 بس هي منزوع منها اتشتين، يبقى غير مشبع. عدد الروابط المزدوجه بين ذرات الكربون في الجزيء الواحد من حمض عضوي ضعيف صيغته C18H32. بص بقى هنا الجمال والحلاوه بقى. C18H32 الصح بتاعها ايه؟ الصح بتاعها تبقى C18 بص كده H36O2. حلو. هو عشان خلاها 32 يبقى حذف كام اشايه؟ يبقى حذف يا مستر بكل بساطه كده حذف 4 اتشات صح؟ 36 من 32 كام؟ يبقى حذف 4 اتشات. يبقى في 4 اتشات مش موجودين. الاربع اتشات دول عباره عن ايه؟ الاربع اتشات يا مستر، الاربع اتشات عباره عن 2 مول هيدروجين صح؟ الاربع اتشات كام مول هيدروجين؟ 2 مول هيدروجين. حلو. طب انت يا مستر عندك دلوقتي 2 مول هيدروجين صح في الكلام. عندك 2 مول هيدروجين، يبقى انت عندك كام واحده باي؟ يبقى انا يا مستر عندي كده رابطتين باي، لان المستر علمني قبل كده كل رابطه باي تاخد 1 مول هيدروجين صح؟ صح لا يا شباب؟ يبقى انا عندي كام واحده باي؟ يبقى انا عندي يا مستر 2 باي. لا ركز لي تاني كده. تعال نظبط دي تاني. 2 باي. بص كده
الصح بتاعنا يبقى 18 36 ده كده مشبع 18 36. طب يا مستر اتحول بقى عباره عن ايه؟ بقى عباره عن 18 32. يبقى انت كده حذفت كام اتشايه؟ يبقى انت كده حذفت يا مستر 4 اتشات، صح كده الكلام؟ طيب الاربع اتشات دول كام مول هيدروجين؟ 2 مول هيدروجين. قال له كلام عظيم. طب 2 مول هيدروجين قصادهم كام واحده باي؟ 2 باي، لان مستر معلمني كل واحده باي تاخد كام مول؟ 1 مول هيدروجين. قال له كلام عظيم. قال له تعالى قول لي بقى كده انت عندك رابطتين باي صح؟ وعايز عدد الروابط المزدوجه، عندك كام رابطه مزدوجه؟ انا كده يا مستر عندي رابطتين مزدوجتين، اشمعنى؟ لان مستر علمني واحده سيجما وواحده باي، واحده سيجما وواحده باي، ما كانش ينفع تقول لي يا مستر هما 2 باي، ليه يا مستر ما قلتش واحده سيجما و2 باي على طول ويبقى سي سي مظبوط اهي. ادي يا مستر 2 باي. قال له حلو، بس هو قال لك رابطه مزدوجه وليست رابطه ثلاثيه. عايز يعرف المركب ده جواه كام رابطه مزدوجه؟ المركب ده جواه رابطه مزدوجه هنا ورابطه مزدوجه هنا، اشمعنى؟ لان الرابطه المزدوجه دي واحده سيجما واحده باي، والرابطه دي واحده سيجما واحده باي، وانت عندك كام باي؟ 2 باي. سؤال رزل، سؤال تقيل، سؤال صعب، سؤال حلو قوي. يبقى احنا كان عندنا الصيغه المشبعه، الصيغه المشبعه 18 36. طب الصيغه اللي هو مديها لك 18 32، يبقى عنده كام اتشايه؟ عنده 4 اتشات محذوفين. الاربع اتشات دول كام مول؟ 2 مول هيدروجين. طب 2 مول هيدروجين كام واحده باي؟ 2 مول هيدروجين يعني 2 باي. 2 باي كل واحده باي 1 مول صح؟ طب الاثنين باي دول يعملوا كام رابطه مزدوجه؟ يعملوا رابطتين مزدوجتين، لان قال لك رابطه مزدوجه وليست رابطه ثلاثيه، يبقى رابطه مزدوجه هنا ورابطه مزدوجه هنا. فهمنا السؤال؟ سؤال تقيل جدا وجميل جدا. اجابه رقم ج طبعا. العمليه التي يتم فيها تحويل المركب C18 H34O2 الى مركب مشبع بالمنظر ده، هو عايز يحول مركب مشبع صح؟ قلنا يا باشا ال 18 في 2 ب 36 تسمى عمليه ايه؟ تسمى عمليه هدرجه عشان يخليه مشبع. اي مركبات الاتيه سائل زيتي، سائل زيتي بختار حاجه كربونها كتير. مفيش اكتر احسن من رقم 6، رقم 6 عباره عن 6 كربون، سوري رقم د عباره عن 6 كربون. درجه غليان حمض الفورميك اعلى من درجه غليان الايثانول بسبب ايه؟ بسبب ان حمض الفورميك بكل بساطه يا شباب يقدر يعمل رابطه هيدروجينيه اكتر، لان الاحماض بتعمل كام رابطه؟ الاحماض بتعمل رابطتين هيدروجينيتين. سؤال 22 الترتيب الصحيح للمركبات العضويه الاتيه حسب درجه الغليان هو مين؟ مين في دول اعلى غليان؟ اعلى واحد في دول غليان يا مستر هو حمض الايثانويك، وبعد حمض الايثانويك يجي الايثانول ثم الايثان. يبقى اجابه رقم كام؟ اجابه رقم ج. طيب الترتيب الصحيح للمركبات حسب درجه الغليان، مين في دول اعلى غليان؟ تقول لي يا مستر اعلى غليان هو الجليسرول. اشمعنى الجليسرول؟ لان الجليسرول بكل بساطه هيعمل كام رابطه هيدروجينيه؟ الجليسرول عنده 3 او اتش صح؟ الجليسرول كام واحده او اتش؟ 3 او اتش، يبقى الجليسرول يعمل كام رابطه؟ الجليسرول يعمل 3 روابط هيدروجينيه. طب ايثيلين جليكول يعمل كام رابطه؟ يعمل رابطتين بس عشان عنده كام او اتش؟ 2 او اتش، يبقى يعمل رابطتين هيدروجينيتين. طب حمض الايثانويك يعمل كام رابطه؟ حمض الايثانويك يا مستر يعمل رابطه واحده اهو، سوري اسف يعمل رابطتين، سوري يعمل رابطتين هيدروجينيتين. طب الايثانول يعمل كام رابطه؟ يعمل رابطه واحده بس. طب انت ليه يا مستر قدمت الجليسرول على الايثانويك؟ لان الجليسرول بكل بساطه هيعمل 3، ايثيلين جليكول اعلى شويه عشان خاطر كتلته، بعد كده حمض الايثانويك اقل عشان خاطر كتله الايثانويك اقل من كتله عمك الايثيلين جليكول. الايثيلين جليكول كتلته اعلى، الكتله بتاعته اعلى من كتله حمض الايثانويك، عشان كده ايثيلين جليكول كسب عن حمض الايثانويك. ليه؟ عشان كتلته اعلى منه، وكل ما الكتله بتزيد كل ما الغليان بيزيد. الاكسده التامه للكحول الايزوبيوتيلي، تعال نرسمه كده مع بعض. كحول ايزوبيوتيلي CH3 CH CH2 COOH. لا سوري يا جماعه، قال لك كحول ايزوبيوتيلي OH، سوري ده كحول ايزوبيوتيلي عايز يعمل له اكسده تامه. طبعا الاو اتش طرفيه صح؟ وطالما الاو اتش طرفيه يبقى المجموعه دي تتحول لايه؟ تتحول لمجموعه حمضيه صح؟ لا مش كربونة الكربينول تتحول لحمض صح؟ هيحصل له اكسده تتحول لايه؟ تتحول لحمض. اقوم جاي ماسح كده ومحولها لحمض تتحول الى COOH. الحمض ده اسمه حمض ايه؟ تعال نشوف كده يا مستر. الحمض عايزين نسمي الحمض ده. قال له يا مستر خلاص يبقى احنا عندنا 1 2 3 يبقى اسمه ايه؟ 2 ميثايل بروبانويك. يبقى 2 ميثايل بروبانويك. دي 3 ها؟ دي 3 يا شباب. نحصل على الخل في الصناعه منين؟ نحصل على الخل في الصناعه. اول حاجه اكسده المحاليل الكحوليه المخففه صح. الهيدره الحفزيه للايثاين ثم اكسده الناتج برضو اجابه صحيحه. تظهر الخاصيه الحمضيه للاحماض الكربوكسيليه في تفاعلها مع مين؟ يا ترى مع الفلز النشط بتقبل، مع الكربونات والبيكربونات بتقبل، مع الاكاسيد والهيدروكسيدات بتقبل، جميع ما سبق اجابه صحيحه.
العامل الحفاز المستخدم عند اختزال حمض الاسيتيك هو مين؟ لما اجي اختزل حمض الاسيتيك بستخدم مين؟ وانا بختزل حمض الاسيتيك بستخدم كرومات النحاس. عند اختزال حمض الاسيتيك بالهيدروجين في وجود كرومات النحاس اهيت، عندما يتكون يا مستر حمض الاسيتيك كام كربونه؟ حمض الاسيتيك كربونتين. لما اختزل الحمض دي كحول بنفس عدد ذرات الكربون اذا هيعطيك الايثانول. كشف الحامضيه هو تفاعل حمض الكربوكسيل، او سوري يا جماعه، كشف الحامضيه هو تفاعل الحمض الكربوكسيلي مع مين؟ مع كربونات الصوديوم ويتصاعد غاز CO2 الذي يعكر ماء الجير الرائق. عند تفاعل مركب A مع بيكربونات الصوديوم يتصاعد غاز CO2. عند تفاعل يا مستر مركب الحمض، من الحمض عندنا هو حمض بروبانويك. يتفاعل A مع كربونات الكالسيوم مكونا لمركب C3H7COO/2. بكل بساطه الحمض اللي هيتفاعل صح لا؟ الحمض اسمه هو حمض ايه؟ 3,1,4 يبقى عندنا 4 يبقى حمض بيوتانويك. لان الاحماض هي بتتفاعل مع كربونات الكالسيوم او بيكربونات، فعايز حمض فهنستخدم حمض ايه؟ البيوتانويك عشان عنده 4 كربون. للكشف عن حمض الاسيتيك يستخدم ايه؟ عشان نكشف حمض الاسيتيك ممكن نعمل تفاعل كشف القسطره. تفاعل كشف القسطره حمض وكحول استر وميه الاستر ذات الرائحه نفاذه. يا اما اعمل يا مستر بكل بساطه كشف الحامضيه مع الكربونات او بيكربونات الصوديوم ويتصاعد غاز CO2. اذا اجابتك ب وج معا صحيحتان. احد المركبات الاتيه يعتبر حمض اروماتي. مين بيقول يا مستر حمض اروماتي؟ عمك رقم الف حمض البنزويك هو حمض اروماتي. يمكن الحصول على المركب C6H5COONA. عارف مين ده؟ ده عمك بنزوات الصوديوم اهو COONA، ده بنزوات الصوديوم بطريقه التعادل. امتى يا مستر بقى؟ عايز نحسب طريقه التعادل لما فاعل يا مستر بقى؟ لما فاعل حمض البنزويك مع صودا كاويه، حمض البنزويك مع هيدروكسيد الصوديوم اللي هي الصودا الكاويه. طب ممكن افعله مع كربونات الصوديوم؟ تنفع برضه صح، لان كده كده الصوديوم هيحل محل اتش صح؟ بص كده انا اعتبر ان ده اتشايه اهي، دي اتشايه. طب لو فعلته مع الصوديوم هيحل. طب فعلته مع هيدروكسيد صوديوم، هيدروكسيد صوديوم هيحل. طب فعلته مع كربونات صوديوم برضه كربونات الصوديوم هتحل محله. اذا الاجابه تبقى ايه؟ هتبقى جميع مصالح الثلاثه ينفعوا، الف وج وب ينفعوا. اي من العمليات الاتيه التي تستخدم فيها تحول A الى B؟ يا ترى يا مستر بكل بساطه C2H2 عشان نحول A ل B. هو في مشكله تقريبا كده عايزين نحول A الى B تمام كده. طيب C2H2 عايز احولها الى ايثانول، اعمل هيدره حفزيه؟ بكل بساطه يا مستر لا، احنا بنعمل ايه؟ بنعمل هيدره حفزيه لو كان الكين، لو كان ده C2H4 يبقى اذا الف غلط. اذا الف غلط. طب يا مستر عايزين نحول الحمض الى ايثانول صوديوم بالتعادل؟ لا بالقسطره، يبقى اذا ب غلط. طب عايزين نحول يا مستر CO2H الى وقود سائل، نعمل يا مستر تفاعل هابر بوش؟ بكل بساطه يا مستر لا، ده مش غاز مائي. طب يا مستر تعال، طب عايزين نحول يا مستر C12H22O11 الى ايه؟ نعمل تخمر كحولي. اجابه رقم د صح. طيب بعد كده إذا كان القيمتين ثابت لاتزان لحمضين مختلفين هما 1 علامة 8 في 10 أس سالب 5 والتاني 6.5 في 10 أس سالب 5، ماذا تتوقع أن يكون؟ بكل بساطة معنى كان المادة دي أكثر حمضية، دي أكثر حمضية من دي، لأن دي عندها كي، الكي بتاع دي أعلى من دي. تاني كده المادة دي أكثر حمضية من دي عشان دي عندها كي أكبر من دي. يبقى دي مادة أكثر حمضية. قد تكون دي عبارة عن حمض البنزويك والتانية حمض الأسيتيك. بص كده، أو عايزهم على الترتيب. لو بيتكلم على الترتيب بقى الصح بتاعهم، بس ايه عشان يمشينا على الترتيب. لو بيتكلم على الترتيب بتاعهم كالاتي، يبقى دي حمض اسيتيك عندها حمضيه اقل، ودي حمض البنزويك ذات حمضيه اعلى، يبقى اجابه رقم ج. دي حمض اسيتيك ودي حمض البنزويك. لان الماده دي عندها حمضيه اعلى، يعني بكل بساطه عندها الرقم بتاعها كبير، 6.5 في 10 اس سالب 5 اكبر من 1.8 في 10 اس سالب 5. نحصل على حمض البنزويك من البنزين العطري امتى؟ هنجيب بنزين عطري، هعمل له الكله، هيدينا حاجه اسمها التولوين، اخد التولوين اعمل له تفاعل اكسده، يبقى الكله ثم اكسده. اجابه رقم ب. المركب الذي صيغته CH2COOH ماشي، ده حمض السيتريك يا شباب. يستخدم في ايه؟ في حفظ لون وطعم الفاكهه المجمده. اذا كان دي هو حمض البيوتيريك، فين رقم دي اهو، حمض البيوتيريك، هو حمض البيوتيريك. تعالى كده معايا، عنده كام كربونه؟ عنده 4 كربون، تمام. طب حمض البيوتيريك دوت عنده كام COOH؟ عنده واحده COOH بس.
فان الحمض ايه هو مين؟ حيث ان دي قاعديه الحمض. معنى كده ان الحمض ايه اكبر منه قاعديه، صح؟ يبقى الحمض ايه يا مستر؟ هو حمض الستريك. اشمعنى؟ لان حمض الستريك اكبر حد قاعديه عشان عنده 3 COOH. قاعديه الحمض هي عدد مجموعات الكربوكسيل اللي موجوده جواه. طب سؤال رقم 40 يا رجاله. حمض اللاكتيك هو مين؟ تعالى معايا كده، صلي على النبي. CH3 CH رابطه سي OOH، وعندنا هنا حته OH. تعالى كده معايا، حمض اللاكتيك عباره عن ايه؟ هو عباره عن 1 هيدروكسي حمض بروبانيك، لا يا مستر 2 هيدروكسي حمض ابروبانيك. لان هرقم ازاي؟ اقول 1 2 3 واقوم عامل كده، يبقى احنا عندنا 2 هيدروكسي بروبانيك. طيب السؤال اللي بعد منه، ادي حمض اللاكتيك اهو، احنا رسمناه على الفاضي. الصيغه العامه هي صيغه مين؟ عمك وعم عيالك، حمض اللاكتيك. مجموعه الكربينول الموجوده في حمض الستريك، بقول لك ايه، ما تيجي نطلع لفوق بدل ما نرسم بقى نقعد نبهدل نفسنا. ادي حمض الستريك اهو. فين كربونه الكربينول؟ تقريبا كده يا مستر هي دي كربونه الكربينول اهي. دي اوليه ولا ثانويه ولا ثالثيه؟ تقول لي يا مستر تعالى دي مربوطه ب3 سي، 1 2 3، يبقى كربونه ايه؟ كربونه ثالثيه. اللي بعده يبقى حمض الستريك الكربونه نوعها ايه؟ كربونه ثالثيه. كل ما يلي من خواص حمض اللاكتيك ما عدا ايه؟ خواص حمض اللاكتيك يا مستر يوجد في الزبادي، صح. حمض ضعيف، صح. حمض هيدروكسيلي، صح، عشان عنده اتش. تفاعل مع الصوديوم ينتج ملح، لا يا مستر مش هيتفاعل مع الصوديوم ينتج ملح. مش هينتج ملح ليه؟ لان بكل بساطه هو عنده COOH، ما ينفعش، لسه هيحتفظ بالحمض زي ما هو. ما الرابطه التي يتم كسرها في جزيء حمض اللاكتيك عند التفاعل مع الايثانول؟ حمض اللاكتيك لما يتفاعل مع الايثانول، تعالى كده عند حمض اللاكتيك اهو، لما اخده افعله مع ايثانول، بص كده، لما نفعله مع عمك الايثانول عباره عن HOC2H5. حمض اللاكتيك هيكسر انهي رابطه؟ هيكسر الرابطه اللي بين الاو والاو، او تعالى يعني حاولنا نفك دي مثلا شويه، مش بالاو والاو يعني بالادق. لو فكينا دي هيبقى عندنا CH3 COH، وهنا عندنا H. هات بقى دي تحت بقى، نضاف بقى الدنيا بقى. هات بقى دي تحت كده، بص كده يا باشا، ادي السي، صح؟ حلو الكلام ده. بص عندنا رابطه OH، رابطتين O، يبقى عندنا COOH. الرابطه اللي بيتم كسرها يا ترى يا مستر انهي رابطه؟ هي رابطه يا مستر انهي؟ انا بكسر الحته دي، صح؟ اهي الرابطه ايه؟ اللي بين حاله الكربون او الكربينول وبين الاو اتش، يبقى الرابطه بين السي والاو دي بتتكسر. الرابطه دي اللي بين السي والاو، الرابطه دي عشان اقوم جاي مطير دي، صح؟ لا، يبقى انا بكسر الرابطه بين السي والاو. بص كده معايا، الرابطه بتتكسر انهي بقى يا مستر؟ الرابطه بين السي والاو. فين السي والاو؟ اهيت الرابطه بين السي والاو. حلو كده يا جماعه الكلام. في حمض ثنائي كربوكسيل بنزين، حمض ثنائي كربوكسيل بنزين، مين ده يا باشا؟ ده حمض يا باشا اسمه حمض السلسلك، حمض الفيسالك، ثنائي كربوكسيل بنزين، ده عمك حمض الفيسالك. يتكون مجموعه الكربوكسيل في موضعين ايه؟ في حمض ثنائي كربوكسيل بنزين بكل بساطه مستر 1 و2 ينفع 1 و2، ينفع حاجه ثانيه، ينفع بشكل عامل كده. ممكن يكون يا شباب عباره عن 1 و2 او 1 و4. يبقى احنا عندنا كام اجابه صح؟ عندنا كده اجابه رقم الف واجابه رقم ب، يبقى احنا عندنا الف وب صحيحتين. 46 عند هلجنه حمض البنزويك، بص كده، هو حمض البنزويك ده بيوجه ايه؟ حمض البنزويك يا مستر بيوجه وضع ميتا. يبقى لما اعمل هلجنه لحمض البنزويك هيدينا وضع ايه؟ هيدينا مستر وضع ميتا. تعالى معايا كده، يبقى احنا عندنا مستر ميتا كلورو حمض البنزويك. ممكن نعملها لك اهيت، ادي حمض البنزويك، هعمل له ايه؟ قال لي يا مستر هنعمل له تفاعل هلجنه بالكلور، حط الكلور. هو حمض البنزويك يا شباب بيوجه فين؟ بيوجه ميتا، صح؟ المركب ناتج عامل كده COOH هوبا Cl، ميتا كلورو بنزويك. طبعا بكل بساطه اجابه رقم ب. 300 مول من حمض الاسيتيك تحتوي على كام من ذرات الكربون؟ السؤال ده سهل خالص. بص يا معلم، فين حمض الاسيتيك؟ تعالى ادي رمز حمض الاسيتيك CH3 COOH. بص الجمال، بيقول لك ان 300 مللي من جزيئات حمض الاسيتيك تحتوي على كام كربونه من ذرات الكربون؟ بص كده، ادي عامه الواحد مللي منه، او الواحد عامه سوري 300 مول، 1 مول، الواحد مول فيه كام كربونه؟ الواحد مول يا مستر ادي عدد المولات اهي، الواحد مول كام كربونه؟ الواحد مول منه بس فيه كربونتين، صح؟ يبقى الواحد مول كربونتين.
هو عايز كام مول؟ عايز 300. لا بالراحه عليا، الواحد مول كربونتين صح؟ ادي 1 مول جواه كام كربونه؟ كربونتين. يا ترى يا مستر بقى ال 300 مول جواهم كام كربونه؟ 2 في 300 ب 600. اذا اجابه رقم د. والله جمدان. شوف سؤال جميل. طيب دي مساله فهنركنها دلوقتي عامه يعني كده، اتنين حاجات في ورقه ان شاء الله في الحصه بتاعتك. بيقول لك دي مساله عامه زي بتاعت الباب التاني تحليل كمي، يعني فيها شويه خطوات كده حلوه فهركنها دلوقتي بس مع بعض كده. جميع مركبات تنطبق عليها الصيغه الجزيئيه العامه ما عدا مين؟ بص كده يا باشا، CnH2nOn ممكن تكون يا مستر حمض الايثانويك، تنفع حمض الايثانويك. طب ممكن تكون يا مستر عباره عن السكروز او الجلوكوز، صح؟ ممكن تكون سكروز وممكن تكون جلوكوز. لو انت مذاكر فيديو كحولات تفهمني كويس. ليه؟ هو الجلوكوز والفركتوز مش كان عباره عن C6H12O6؟ لو انا بطبق القانون بتاعنا، بص هطبق القانون ازاي؟ بص كده على القانون. هنطبق القانون ازاي؟ سي مش ده عباره عن 6 ودي برضه 6 يبقى زي بعض صح؟ يبقى CnH الاو برضه تحمل ان لان الكربون والاكسجين زي بعض صح؟ طب الهيدروجين 2 في 6 بكام؟ ب 12 صح؟ يبقى 2N. يبقى اذا السكروز تمام كده؟ لا سوري يا جماعه اسف، هو المفروض جلوكوز وفركتوز. سوري يا جماعه، سوري جدا 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 هتلخبطنا. هو الجلوكوز والفركتوز زي بعض، الجلوكوز والفركتوز زي بعض، السكروز لا. طيب يبقى اذا الجلوكوز والفركتوز زي بعض، السكروز مش هينفع يطبق عليه القانون دوت. نمسح كده عمك وعم عيالك، السكروز ما ينفعش. يبقى السكروز مش هينفع. طبعا الفورمالدهيد زيه زي حمض الايثانويك بالظبط. الفورمالدهيد زيه زي الايثانويك. برضه عباره عن CnH2n وعندنا هنا O2. حلو كده الكلام؟ لو افترضنا ان احنا عندنا N بواحد، هنا N بواحد اهي تمام؟ H بكام؟ 2 في 1 ب 2 يبقى 2N وهنا عندنا O2. بص كده معايا، مش ده رمز الفورمالدهيد؟ رمز الفورمالدهيد. عرفت منين؟ قال له اهو HCOOH. عد كده كام اتش؟ 2. عندك اتش 2 كام سي واحده؟ كام او 2؟ لا دي مالهاش لازمه دي. بص كده اهي سي، قلنا يا باشا عندنا CnH2n زائد O2. طب حط لي يا مستر رمز الفورمالدهيد. ايه رمز الفورمالدهيد؟ رمز الفورمالدهيد اصلا HCOOH، مش ده الفورمالدهيد؟ طب احسبه كده بالقانون اللي فوق ده. احسب لي كده الفورمالدهيد. قال له تعالى، قال له عمك الفورمالدهيد عنده كام سي؟ عنده سي واحده اهي. عنده كام اتشايه؟ عنده اتشتين اهوت. ماشي. عنده كام او؟ عنده 2 او O2. مش هو ده يا جماعه بينطبق على القانون دوت؟ صح لا؟ يبقى اذا بكل بساطه السكروزا مش هينفع معاهم. ليه؟ لان رمز السكروزا يا مستر رمز كبير جدا، مش هينفع اطبق عليه القانون ده. يبقى القانون ده ينفع يطبق حمض ايثانويك ينفع يطبق جلوكوز وفركتوز ينفع فورمالدهيد لكن ما ينفعش يطبق على السكروز. الاحماض الامينيه الطبيعيه من النوع ايه؟ احماض امينيه طبيعيه يا مستر من النوع الفا امينو. طيب يعتبر الجلايسين حمض ايه؟ الجلايسين يا مستر حمض هيدروكسي. لا. طيب يا مستر امين اولي بكل بساطه ولا حمض اميني ولا حمض دهني؟ يعتبر يا مستر حمض اميني. طيب الصيغه الكيميائيه لحمض الجلايسين هو ايه؟ حمض الجلايسين يا مستر عباره عن NH2 بص كده CH2COOH. جمع كده معايا. يبقى احنا عندنا NH2CH2COH اجابه رقم ج. اضافه ملح فورمات الصوديوم الى محلول حمض الفورميك يؤدي الى ايه؟ هنحط فورمات الصوديوم الى حمض الفورميك. بص كده نرجع بقى بالتالت بقى. ادي حمض الفورميك HCOOH، حط عليه فورمات صوديوم. يعني ايه فورمات صوديوم؟ يعني HCOONA دي فورمات صوديوم. فورمات الصوديوم دي بكل بساطه ماده اخبارها ايه؟ حمضيه ولا قاعديه؟ فورمات الصوديوم ماده قاعديه. ماده قاعديه. ماده قاعديه ليه؟ هنركز بقى سنه مع بعض كده. لان فورمات الصوديوم اصلها حمض الفورميك حمض ضعيف، واصلها هيدروكسيد صوديوم قاعده قويه. فعندك حمض ضعيف وقاعده قويه يا ملح قاعدي. تاني كده، حمض ضعيف وقاعده قويه يديك ايه؟ حمض ضعيف وقاعده قويه يديك ملح قاعدي. يبقى اذا بكل بساطه دي ماده قاعديه. هنضيف قاعده على حمض. هنضيف قاعده على ايه؟ على حمض. هيحصل يا مستر بكل بساطه يا مستر لما نحط قاعده على حمض اكيد يا مستر الحمضيه تحت هتقل والقاعديه هتزيد صح؟ يبقى اذا بكل بساطه خفض قيمه الكي ايه يعني الحمضيه هتقل بكل بساطه، ولا خفض قيمه البي اتش للمحلول؟ لا البي اتش المفروض هتزيد. طب زياده قيمه البي اتش للمحلول ولا زياده تركيز الهيدرونيوم؟ بكل بساطه يا مستر احنا عندنا هنا زياده قيمه البي اتش للمحلول اجابه صحيحه. ليه؟ لان بكل بساطه انت عندك هنا حمض هتحط عليه ماده قاعديه
فكده القاعديه هتزيد، يبقى البي اتش هتزيد. عند اضافه الملح RCOONA لمحلول حمض RCOOH يؤدي لايه بقى؟ احنا بكل بساطه بس هنضيف هنا نفس الفكره اللي فوق، هنضيف ملح عضوي، وده ملح عضوي ايه؟ ضعيف. ده ملح عضوي ايه؟ ملح عضوي قاعدي، ده ملح عضوي قاعدي. هنحط ماده قاعديه، هنحط ماده قاعديه على ايه؟ على حمض. نفس الفكره اللي فاتت اهي، ادي عندنا حمض اهو، ادي حمض، هنحط عليه قاعده. قاعده ليه؟ لان يا مستر بكل بساطه ده عباره عن حمض عضوي ومعاه صوديوم، يبقى بكل بساطه الصوديوم جه منين؟ الصوديوم جه من هيدروكسيد صوديوم، هيدروكسيد صوديوم وعندك ماده حمضيه يبقى يديك ملح ايه؟ ملح قاعدي، فده عباره عن ملح قاعدي. حط قاعده على حمض، لما تحط قاعده على الحمض يحدث ايه؟ لما نحط يا مستر قاعده على حمض بكل بساطه يا شباب زياده في قيمه البي اتش، يعني كده القاعديه بتزيد. احدى التاليه تتضمن اقل قيمه رقم هيدروجين، اقل حاجه في الرقم الهيدروجيني يبقى حمض قوي صح؟ اقل حاجه رقم هيدروجيني حمض قوي يبقى حمض البنزويك حمض قوي. احدى التاليه تعطي لون بنفسجي مع محلول كلوريد حديديك، يبقى انا محتاج فينول. مين فينول يا مستر؟ فينول C6H5OH تنفع تبقى فينول طبعا. طيب عندنا مين تاني؟ احدى التاليه قابله للاكسده، هي مين؟ مين الفينول يا مستر قابل للاكسده؟ اختار ايه؟ اختار كحول، ما ينفعش اختار حمض ده. طب ده حمض ما ينفعش مش قابل للاكسده، وده حمض مش نافع، وده برضه يا مستر حمض مش نافع، لكن ده قابل للاكسده. عارف ده قابل للاكسده ليه؟ لان الباشا الامر ده عباره عن حلقه بنزين اهيت، ده عباره عن حلقه بنزين بالمنظر دوت، وعندنا هنا COOH، وعندنا هنا يا مستر OH. فالماده دي ممكن تكون يا مستر قابله للاكسده. قابله للاكسده ليه؟ عشان خاطر حته الOH الجميله دي، يبقى دي عباره عن ماده قابله للاكسده، لكن الباقي كله مش هيقبل اكسده. طيب على فكره برضه السؤال رقم 56 لو قال لك ماده تتفاعل مع كلوريد حديديك وتعطي لون بنفسجي، هي ايضا برضه تنفع دي اجابه صحيحه، يعني دي عندها OH فتنفع برضه ج صح. فهنا عندنا ممكن تنفع د وممكن تنفع ج، الاثنين ينفعوا. ده عباره عن فينول ينفع، وده عباره عن حاجه عندها OH متصله بحلقه فشبه الفينولات فتنفع برضه، يبقى ج ودال هنا صح. سؤال 58 يحتوي حمض الستريك على كام كربينول؟ يحتوي حمض الستريك على كربونول ثالثيه. السؤال ده محلول من شويه، حليناه شويه فوق. ينتج حمض الفورميك من اكسده ايه؟ حمض الفورميك كام كربونه؟ كربونه واحده، يبقى ينتج من اكسده مين؟ كحول، عنده كام كربونه؟ كربونه واحده بس، يبقى CH3OH. جميع الانتاج تستخدم كمبيد حشري او تدخل في تحضير المبيدات ما عدا مين؟ عندك يا باشا بكل بساطه ZNCl2 ما تدخلش عمرها في تركيب الحشرات، ده عباره عن الجامكسان، وده كبريتات نحاس حشرات، وده عباره عن حمض الفورميك يستخدم برضه ايه؟ كمبيد للحشرات. كبريتات النحاس كمبيد للفطريات باب اول، ها ده باب اول عناصر انتقاليه، وده جامكسان، وده حمض الفورميك يستخدم في صناعه مبيدات حشريه. احدى الطرق التاليه يمكنها ازاله مجموعه الكربوكسيل بتاعت الحمض. ازاي اشيل مجموعه الكربوكسيل؟ اعمل تقطير اتلافي، سيبه كده شويه، ولا تقطير تجزئي، ولا اعمل يا مستر تقطير جاف، ولا التعادل مع قلوي؟ لو انا عملت يا مستر تعادل مع قلوي هيحدث ايه؟ بكل بساطه يا مستر لو عملنا تعادل مع ماده قلويه يديك حاجه اسمها ايه؟ ملح قاعدي ولا ملح الحمض. يبقى فكره التعادل مع ماده قلويه صح، ليه؟ لان لما اعمل تعادل مع ماده قلويه يعني كده دخلت الصوديوم مكان الهيدروجين، فكده يعتبر مجموعه الكربوكسيل راحت، اخدها اعمل لها تقطير بعد كده جاف، شكرا كده ماده راحت. يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل تعادل مع ماده قلويه ثم تقطير جاف. اعمل تعادل مع ماده قلويه الاول، وبعد ما اعمل تعادل مع ماده قلويه اعمل بعد كده تقطير جاف. سؤال رقم 62 يحتوي حمض البالميتيك على كام مجموعه القايل؟ هو حمض البالميتيك يا شباب عنده كام مجموعه القايل؟ بالراحه كده، هو الحمض اللي عنده كام كربونه؟ تقول يا مستر سي 15 معايا كده، اتش 31 COOH. حلو. الباشا ده عنده بص كده على مجموعه القايل، هي ايه؟ هي هيكسا ديكايل ولا بنتا ديكايل ولا بيوتان ديكايل ولا نونان ديكايل؟ تعالى كده معايا. يا الباشا القمر ده كام كربونه؟ 15 صح؟ يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن بنتا ديكايل. اجابه رقم ب. تخضع الاحماض الكربوكسيليه الاليفاتيه للصيغه العامه ايه؟ جات لنا على ايه؟ جات لنا حد عندنا ايه؟ CnH2nO2. يشذ حمض ايه عن الصيغه العامه للاحماض الكربوكسيليه الاليفاتيه؟ طبعا هو حمض الفورميك. ليه؟ لان حمض الفورميك بكل بساطه الصيغه بتاعته HCOOH، فده بيشذ عن الصيغه العامه كلها، لان الصيغه العامه عباره عن الصيغه العامه يا مستر RCOOH، دي الصيغه العامه للاحماض RCOOH، ودي H مش R، فده بيشذ عنهم كلهم. 65 بمقارنه الاحماض الكربوكسيليه بالاحماض المعدنيه نجد ان الاحماض المعدنيه اقوى بسبب ايه؟
احماض معدنيه اقوى بسبب اكتمال تأينها في المحاليل، تتأين تأين تام. احدى التاليه تحتوي على رابطه ايونيه، يبقى انا بكل بساطه اختار ماده عندها صوديوم، فريح نفسي. الصوديوم مركب ايوني. احدى التاليه تعبر عن الزياده في درجه الغليان. مين اعلى غليان في دول؟ اعلى غليان يا مستر فاختار الحمض، فعندك حمض الفورميك وعندك حمض الخليج. اختار حمض الخليج اشمعنى؟ لان حمض الخليج بكل بساطه كتلته اعلى. حمض الخليج اعلى في درجه الغليان، بعد كده الميه، بعد كده ايثانول، ولا ميه ثم بنزين عطري؟ بكل بساطه يا مستر عندنا الميه ثم الايثانول، لان عمك البنزين العطري ما عندوش او اتش فمش هيقدر يعمل رابطه هيدروجينيه، لكن حمض الخليج بعد كده الميه ثم الايثانول صح. طيب تعالى كده معايا. اورثو هيدروكسي بنزويك، دي بنزويك ها، اورثو هيدروكسي بنزويك عباره عن ايه؟ ادي البنزويك اهو، وضع قرص حط او اتش، ده عباره عن حمض اسمه حمض السلسليك. اجابه رقم ج. 69 احدى التاليه تتاثر بمحلول بالمنجنات بوتاسيوم، يبقى انا عايز ماده تتاكسد. مين في دول هيتاكسد؟ بكل بساطه حمض الفيساليك ما ينفعش، وده ما ينفعش، وده ما ينفعش. اللي هيتاكسد حمض اللاكتيك. اشمعنى؟ عشان حمض اللاكتيك يا شباب عباره عن حمض هيدروكسيلي عند او اتش، فممكن اكسد دي. عشان خاطر هنا دي كربون الكربينول، بالمناسبه كربون الكربينول ثانويه ممكن تتاكسد عادي. سؤال رقم 70 جميع التاليه يستخدم فيها خام اكسيد الفانيوم كعامل حفاز ما عدا مين؟ طبعا بيستخدم في تحضير حمض الكبريت طريقه التاليه مش صح. صناعه المغناطيسيات برضه اجابه صحيحه. اكسده التولين صح. لكن صناعه السيراميك والزجاج لا، اجابه خاطئه. يدخل في تحضير مستحضرات حمض السلسليك الاسبرين الريفو اللي قبل كده في الحصه. 2 اميدو حمض الايثانويك، مين ده يا مستر؟ ده عباره عن الجلايسين، هو ابسط حمض اميني عندنا. جميع التاليه تحتوي على مجموعه هيدروكسيل ما عدا مين؟ كلها فيها مجموعه هيدروكسيل ما عدا عمك الفورميك ما عندوش هيدروكسيل، لا سوري يا جماعه ده عايز هيدروكسيل مش القايل، انا اسف. كلها عندها هيدروكسيل ما عدا مين؟ هو برضه حمض الستريك، حمض الفورميك سوري، هو حمض الفورميك برضه عباره عن HCOOH، هو ما عندوش مجموعه بكل بساطه هيدروكسيل، لكن الستريك عنده هيدروكسيل، السلسليك عنده هيدروكسيل، حمض اللاكتيك برضه عنده هيدروكسيل. سوري يا جماعه. طيب سؤال رقم 74 في تفاعل تكوين الاستر يفضل استخدام ايه؟ يفضل حمض خليج ثلجي. يعني دي معلومه اضافيه مش عليك بس اهي، يعني جت على جنب. الرابطه الهيدروجينيه في عينه من حمض الخليج وعينه من الايثانول، حمض الخليج بيعمل كام رابطه؟ الاحماض بتعمل 2 بينما الكحولات بتعمل كام رابطه واحده، يبقى اذا دي ضعف دي. الحمض الثنائي الكربوكسي المتجاور هو حمض مين؟ يعني حمض عنده 2 كربوكسيل جنب بعض. مين الحمض دوت؟ بكل بساطه يا مستر ده عباره عن حمض الفيساليك، صح لا؟ هو عباره عن حمض الفيساليك. ماشي. طب التيرافيساليك، التيرافيساليك مش متجاورين، لان التيرافيساليك عباره عن واحده فوق واحده تحت، ده عباره عن التيرافيساليك. لكن حمض الفيساليك 2 جنب بعض، طبعا هو المفروض حلقه ها؟ يعني المفترض ان هو شكل حلقي. يعني بس انا عامل بقى ايه؟ اهو المفروض اعمل كده. بس طبعا انا ما رسمتوش، انا رسمته لك اهوت. يتشابه حمض الفيساليك مع حمض الاوكزاليك في كونهما ايه؟ حمض الفيساليك وحمض الاوكزاليك الاثنين ثنائي القاعديه. يبقى احماض ثنائيه الكربوكسيل او احماض ثنائي القاعديه. يطلق على حمض الهيدروكسي بروبانويك، اسم حمض ايه؟ طبعا اسم حمض اللاكتيك. اهو عباره عن CH3 CH COOH وهنا عباره عن OH. باكسده الايثيلين جليكول نحصل على ايه؟ لما اكسد ايثيلين جليكول بتاع قبل كده، هنأكسد ايثيلين جليكول هيدينا اول حاجه الدهيد CHO وCHO. حلو كام؟ ثم حمض الاوكزاليك. ليه؟ لان عمك الايثيلين جليكول عنده 2 OH. عنده 2 OH وال2 OH اوليه. ادي دي اوليه ودي برده اوليه، يوم يدي حمض ايه؟ يوم يدي حمض الاوكزاليك. قبل حمض الاوكزاليك في مجموعتين الدهيد، يبقى اجابه رقم الف. المشتق الكربوكسيلي من الميثان هو مين؟ هو الميثان كام كربونه؟ كربونه واحده، يبقى المشتق الكربوكسيلي هو عباره عن حمض الفورميك في كربونه واحده، ادي رمز حمض الفورميك HCOOH. باضافه المركب التالي لطعام فان الاس الهيدروكسيلي يحصل له ايه؟ ده حمض الستريك صح؟ حمض الستريك لما احطه على الاكل بيقلل البي اتش صح لا؟ بيخلي البي اتش تقل. حلو كام؟ يبقى بيزود ايه؟ بيزود البي او اتش، يبقى البي او اتش بتزداد، قال لك الاس الهيدروكسيلي. هي الرسمه دي تبع السؤال ده، وده عباره عن ده ناقص، هيبقى عباره عن سي، يعني ده ناقص يبقى عباره عن COOH ودي في مكانها هنا. المركب التالي طبعا قسم ايه؟ طبعا طالما عنده COOH وعباره عن كربوكسيل يبقى يعتبر عباره عن ايه؟ احماض كربوكسيليه. يتفاعل الحمض الكربوكسيلي مع محلول الصودا الكاويه، تتكسر رابطه ايه؟
الحمض اهو CH3 COOH مع الصودا الكاويه NaOH هيحصل ايه؟ تقول لي يا مستر هتتكسر الرابطه لان الصوديوم هيحل محل هيدروجين صح؟ تتكسر الرابطه بين الاو والاتش صح يا مستر؟ تنكسر الرابطه بين الاو والاتش. تمام كده؟ طيب. في تفاعل القسطره تنكسر الرابطه ايه؟ على فكره عملناها من شويه في اول الفيديو لما رسمت رسمه عملت الكلام ده كله. في تفاعل القسطره تنكسر الرابطه بين السي والاو، موجود في اول الفيديو السؤال ده. للحصول على الكانويك يعني عايز حمض من الكحول نعمل ايه؟ عشان اجيب حمض من الكحول بعمل اكسده تامه، اكسده كليه. باكسده القايل بنزين، دي اسمها القايل بنزين ها؟ القايل بنزين بس في خطا في الكتابه. لما اكسد القايل بنزين يعني اكسد التولوين من الاخر يعني. عايزين نكسد التولوين. لما اكسد التولوين هنجيب ايه؟ هنجيب منه حمض البنزويك يبقى حمض اروماتي. يمكن تحويل مجموعه الكربوكسيل لمجموعه كحول اولي بالاختزال طبعا. لما احول الحمض لكحول اعمل تفاعل اختزال، اجابه رقم ج. بصهر، بص السؤال ده حلو قوي. بصهر الملح الصوديومي لحمض البنزويك يعني ايه؟ يعني ادي بنزوات صوديوم، هو ده معنى الملح الصوديومي لحمض البنزويك. هيعمل لها صهر، صهر مع مين؟ هيصهرها مع ماده، الماده دي تديك ايه؟ ابسط هيدروكربون اروماتي. عايز يحط ماده، لما يحط ماده يديك ايه؟ ابسط هيدروكربون اروماتي. يا ترى مين ابسط هيدروكربون اروماتي؟ هو عباره عن البنزين. صح لا؟ يا ترى احط بنزوات صوديوم مع مين اجيب بنزين؟ احطها مع هيدروكسيد صوديوم في تفاعل يسمى التقطير الجاف. ده تفاعل تحضير البنزين. بصهر الملح الصوديومي، ادي الملح الصوديومي هصهره مع حاجه، مين الحاجه دي؟ وهكذا. حمضان A و B. بص كده. الاول اليفاتي ماشي والتاني اروماتي، قيمه كي ايه لكل نوع على الترتيب كذا وكذا. طبعا مين عنده كي اعلى؟ اللي عنده كي اعلى المركب ده. ايا من الثلاثه صحيحه. الحمض ايه هم على الترتيب ها؟ الحمض ايه اليفاتي والحمض بي اروماتي. يبقى الحمض ايه اليفاتي والحمض بي اروماتي، لان زي ما احنا عارفين يا شباب الحمض الاروماتي اكثر حامضيه من الاليفاتي. يبقى اجابه رقم كام؟ اجابه رقم ب. تستخدم الاملاح لحفظ المنتجات الغذائيه. بس نظبط صبرتنا كده. تستخدم املاح ايه لحفظ المنتجات الغذائيه؟ املاح البنزويك عباره عن بنزوات صوديوم او بنزوات بوتاسيوم، حمض البنزويك في حفظ الاغذيه. باكسده الكحول ده هنحصل على ايه؟ هنحصل على حمض. طب لما تاكسد ايه؟ هنأكسد ديت صح؟ هيديك ايه يا باشا؟ هيديك حمض زي حمض مين؟ زي عمك وعم عيالك، حمض السلسلك. طيب باكسده الالدهيد. طب ليه مثلا ما اكسدش دي؟ ما ينفعش اكسد الاو اتش بتاعت ايه؟ حاله البنزين، ده عباره عن فينول والفينول غير قابل للاكسده. لكن ممكن اكسد دي. دي عباره عن كحول اولي، لما اكسدها تتحول لايه؟ تتحول لسي او اتش. لكن الاو اتش بتاعت البنزين ما تتاكسدش، ده عباره عن فينول. باكسده الالدهيد هنجيب منه ايه؟ هجيب منه حمض بكل بساطه. الدهيد اكسد يديك حمض، يديك حمض عضوي. الصيغه الجزيئيه لحمض فينايل خليك، بص بقى الجمال هنا. هات الفينايل خليك كده ارسمه لي. ادي سي اتش 2 سي او او اتش. ادي الفينايل خليك. هاته بالراحه كده فرطه لي. تقول لي يا مس عايزين نجمعه صح؟ الله. قال له بص جمع لي الاول اللي فوق، اللي فوق ده عباره عن ايه؟ عباره عن سي 2 اتش 3، ركز كده معايا، سي 2 اتش 3. بعد كده عندنا او 2. حلو. هات لي اللي تحت، اللي تحت عباره عن سي 6 اتش 5. طب 6 و2 كام؟ 6 و2 8، يبقى سي 8. طب 3 و5 8 اتش 8. طب او 2 تنزل زي ما هي. مش عباره عن فينايل خليك؟ ادي حمض الخليك وادي مجموعه الفينايل. يبقى اجابه رقم كام؟ اجابه رقم د. احدى التاليه يمكنها لجزيئتها بلمره بالتكاثف. هعمل بلمره للتكاثف لمين؟ للاحماض الامينيه واجيب منها بروتين. يبقى امينو خليك حمض اميني يعمل له بلمره يديك بروتين. جميع التاليه يستخدم فيها حمض الكبريتيك ما عدا ايه؟ حمض الكبريتيك بستخدمه في تفاعل الاستر، احنا عارفين كده كويس. بس تفاعل القسطره بتاع المركب الاروماتي ما استخدمش حمض الكبريتيك لانه مش بيرجع تاني. يبقى تفاعل القسطره، تفاعل القسطره اللي ممكن يرجع قسطره حمض اليفاتي، لكن الحمض الاروماتي ما يرجعش. فانا بعمل حمض اروماتي زي قسطره حمض البنزويك، دي حمض البنزويك. لما اعمل قسطره حمض البنزويك، الحمض البنزويك هيطلع ميه، بعد ما اعمل قسطره بيطلع ميه، الميه مش هيرجع تاني. الميه اللي بترجع الميه اللي جايه من الحمض الاليفاتي، لكن الحمض الاروماتي ما بيرجعش. المشابه الجزيئي لحمض البروبانويك. بالمناسبه يا جماعه حته الايزومرات دي مهمه قوي. الاحماض ليها ايزومرات استرات. الحمض بيدي ايزومر استر،
يعني الحمض هو الاستر بتاع عدد الذرات. لو عندك حمض عنده 4 ذرات اجيب استر عنده 4 ذرات. حمض فيه 5 ذرات بكام على الكربونات؟ حمض فيه 5 ذرات كربون يبقى استر فيه 5 ذرات كربون. يبقى الحمض بيدي الاستر هو بنفس عدد ذرات كربونه. فعندك حمض البروبانويك كام كربونه البروبانويك؟ البروبانويك 3. فهنجيب استر عنده 3. فين الاستر اللي عنده 3؟ ده عباره عن استر بس عنده كام واحده؟ 2 3 4 ما ينفعش. طب ده استر عنده 2 ما ينفعش. طب ده حمض ما ينفعش. ده استر عنده 3. ادي 1 2 3 لسه هشرحها في الايزومرات بس انا بقول لك اهو الاسترات والاحماض هم زي بعض. الاستر والحمض نفس عدد الذرات بس ده استر وده حمض. يبقى الاسترات بتدي ايزومرات احماض باستبدال اتش الكربوكسيل ومجموعه ار للحمض الاليفاتي. ادي حمض اليفاتي ار سي او اتش. عايز تعمل ايه؟ قال له عايز ابدل اتش مكان ار. ابدل دي مع دي هيديك ايه؟ هيدينا اتش سي او ار. مين ده؟ سي او وراها الكايل. ايوه استر. سي او وراها الكايل يبقى استر. اجابه رقم ب. ابسط حمض كربوكسيلي اليفاتي يحتوي على كام مجموعه الكايل؟ ابسط حمض كربوكسيلي اليفاتي عباره عن اتش سي او اتش. بكل بساطه يا عزيزي ما عندوش اصلا مجموعه كربوكسيل. سوري ما عندوش اصلا مجموعه الكايل. يبقى اذا بكل بساطه اجابه رقم كام؟ اجابه رقم 0 د. جميع التاليه قابله للاكسده ما عدا مين؟ كلهم ممكن يتاكسدوا ما عدا اكيد يا مستر عندنا الفورمالدهيد. لا سؤال كده سؤال 99 ده ملغي. ده ملغي يا جماعه. ده سؤال ملغي اصلا. السؤال ده خطا ملغي. 100 الغير منسجمه من التاليه. الغير منسجمه هو الجلايسين. اشمعنى؟ لان الجلايسين حمض اميني وكلهم الباقي عباره عن ايه؟ عباره عن احماض كربوكسيليه عاديه لكن ده حمض اميني. احدى التاليه ينتج عنها هيدروكربون بارافيني. هي مين؟ مين في دول يديك هيدروكربون بارافيني؟ يعني هيدروكربون بكل بساطه مشبع. هي اجابه رقم د. صهر ملح صوديومي للحمض العضوي مع القلوي. يعني ايه يا مستر ملح صوديومي للحمض العضوي؟ يعني مثلا CH3 COONA ده عباره عن ملح صوديومي للحمض اهو. ملح صوديومي للحمض. ملح صوديومي للحمض عباره عن ايه؟ عباره عن اسيتات صوديوم. هعمل له صهر مع قلوي. مين القلوي؟ هعمل له صهر مع NaOH يعني تسخين في حراره يعني. هعمل له صهر مع NaOH. انت بتعمل ايه؟ بعمل تكتير جاف. يبقى CH3 مع مين؟ مع الشايه يقوم يدينا ايه؟ CH4 غاز الميثان. احدى التاليه حمض دهني. يبقى انا عايز حمض اليفاتي مش عايز حمض اروماتي. مين في الحمض اليفاتي؟ اجابه رقم د. 113 الحمض الاعلى قاعديه هو مين؟ حمض اعلى قاعديه يبقى عنده COOH كتير يبقى حمض الستريك اعلى قاعديه. الاقل ذوبان في الميه هو مين؟ بكل بساطه ده برضه ملغي يا شباب. 114 ملغي برضه. يتفاعل حمض الاوكزاليك مع فلز الحديد. حلو. اوكزاليك مع حديد ديك ايه؟ حمض الاوكزاليك COOH رابطه COOH. فعل مع الحديد ديك ايه؟ يدينا اوكزالات حديد. ادي اوكزالات الحديد. طب اوكزالات الحديد دي يا مستر بكل بساطه سخنها في ماء عزل عن الهواء يدينا ايه؟ FeO الباب الاول. يتفاعل حمض الاوكزاليك مع مولين من هيدروكسيد الصوديوم يدينا ايه؟ حمض الاوكزاليك اهوت مع مولين صوديوم صح؟ هيدينا COONA رابطه COONA. جمع الصيغه كده يبقى C2 4O4 يبقى C2O4 Na2. يبقى عندنا كده C2 يبقى احنا كده بكل بساطه عندنا اجابه رقم كام؟ يبقى اجابه رقم ب Na2C2O4. احدى التاليات تمثل تأين حمض عضوي في الميه. دي يا جماعه في الميه عادي جدا اهي. بيقول لك تأين حمض عضوي في الميه. مين في دول يا مستر تأين حمض عضوي في الميه؟ الحمض العضوي يا باشا نسبه تأينه ضعيفه صح؟ يبقى اقل تأين مين؟ اقل تأين رقم ايه؟ يبقى الاجابه تبقى رقم ايه؟ يبقى اقل حاجه في التأين عباره عن الحمض العضوي. تمام كده يا شباب؟ المحلول الذي له اكبر قيمه اس هيدروجيني. اكبر قيمه اس هيدروجيني من بين كل الاتي. اكبر قيمه اس هيدروجيني يعني حمض ضعيف. مين اضعف حمض في دول يا مستر؟ اضعف حاجه في دول. ده ما ينفعش ده حمض فده ما ينفعش وده كمان ما ينفعش. عندك خلات صوديوم وعندك خلات امونيوم. خلات الصوديوم عباره عن ايه؟ عباره عن CH3 COONA. طب خلات امونيوم بكل بساطه يا مستر CH3 COONH4. خلات الصوديوم مصدرها ايه؟ خلات الصوديوم يا مستر المصدر بتاعها معايا كده؟ خلات الصوديوم المصدر بتاعها يا مستر عباره عن بكل بساطه كده حمض اسيتيك وعباره عن صودا كاويه. يعني عباره عن ايه يا مستر؟ عباره عن
حمض ضعيف وقاعده قويه، حمض ضعيف وقاعده قويه، فبكل بساطه ده محلول قاعدي. ليه محلول قاعدي؟ عباره عن حمض ضعيف وقاعده قويه. طب الباشا القمر ده يا مستر، الباشا القمر ده عباره عن، معايا كده يا شباب، حمض ضعيف، حلو كده الكلام؟ طيب وايه تاني؟ مش بس كده، وقاعده ضعيفه، حمض ضعيف وقاعده ضعيفه، يبقى قاعده ايه؟ يبقى قاعده ضعيفه، لكن دي قاعده ايه؟ دي قاعده قويه، يبقى عندها البي اتش بتاعتها كبيره، يبقى اذا خلات الصوديوم. ده عباره عن ملح قاعدي، فالملح القاعدي البي اتش بتاعته كبيره. لكن دي عباره عن حمض ضعيف وقاعده ضعيفه، يبقى ملح ضعيف، لكن ده ملح قاعدي قوي، يبقى البي اتش بتاعته عاليه. عند اضافه قطرات من حمض هيدروكلوريك لحمض الخليك المتزن مع ايوناته هيحدث يا مستر بكل بساطه كده تاني يا جماعه معانا، اضافه قطرات من حمض الهيدروكلوريك لحمض خليك متزن مع ايوناته. طب ده كده بيتكلم في اتزان باب تالت. طب تعالى معايا بقى بالراحه كده. بص يا معلم، ادي CH3COOH، فك هيدينا ايه؟ قال لك حمض ايه؟ حمض خليك متزن، هيدينا CH3COO موجب زائد ايه؟ اتش سالب سوري يا جماعه اسف، دي سالبه زائد اتش موجبه. عظيم. هنفك ال HCl، قال له فك ال HCl. لما فك ال HCl يديك ايه؟ هيدينا اتش موجبه زائد Cl سالبه. بص كده، مش كده يا شباب اقدر اقول ايه؟ زياده تركيز، او ممكن نعيش اسف يعني نشقلب دي عشان تبقى سهله، بس معلش هنشقلبها بس كده، خليها قدامنا عشان تبقى سهله، بس خلي الCl هنا وخلي الاتش موجبه هنا. مش كده يا رجاله اقدر اقول تركيز الهيدروجين زاد، ولما تركيز الهيدروجين بيزيد التفاعل بيمشي ايه؟ التفاعل بيمشي عكسي صح؟ تاني كده، الهيدروجين ماله زاد صح؟ التفاعل يمشي ايه؟ التفاعل يمشي عكسي. ولما التفاعل يمشي عكسي الاسيتات اخبارها ايه؟ الاسيتات تقل صح؟ يبقى نقص تركيز ايون الاسيتات. يبقى اجابتك رقم كام؟ اجابه رقم د. طبعا يا باقي الاختيارات مالهاش دعوه، انا اسف يعني. الاجابه الصح د، بس باقي الاختيارات غلط. يبقى انا لما ازود تركيز الهيدروجين، احنا هنفك ده مع ده، فاكر الباب التالت؟ مساله الباب التالت. لما افك ده مع ده تركيز اتش هيزيد، التفاعل يمشي ايه؟ عكسي. يبقى بكل بساطه نقص تركيز ايون الاسيتات. المركب الذي يتفاعل مع الميثانول وينتج استر بنزوات، مين بقى؟ مركب يتفاعل مع عمك الميثانول وينتج استر بنزوات، تقريبا استر بنزوات حسب التعديل يعني. عندنا عمك الميثانول عباره عن، بص كده اهي، ادي البنزوات، وعايز ايه؟ عايز المركب الذي يتفاعل، ماشي. البنزوات اصلها حمض البنزويك، يتفاعل مع الايه؟ يتفاعل مع الميثانول. يبقى عندنا HOCH3، وعايز بقى ايه؟ مركب الذي يتفاعل مع الميثانول وينتج استر بنزوات، هو مين يا مستر بكل بساطه؟ المركب ده عباره عن C6H5، يبقى C6H5 اهوت، C6H5COOH. المركب ده عباره عن حمض البنزويك، مش في الاختيارات عندنا، فهنعدل الاختيارات، هنخلي رقم د، هنشيل رقم د دي على بعضها كده، نخلي رقم د C6H5OH، هنعدل رقم د، رقم د تبقى C6H5COOH، ده عباره عن حمض البنزويك، لان حمض البنزويك هو اللي بيتفاعل مع الميثانول ويديك استر بنزوات. طيب وبكده يا شباب نكون وصلنا مع بعض لحد نهايه حصتنا جزء الاحماض. 100 سؤال او 123 سؤال كمان جامدين جدا جدا، جمال جدا جدا. اتمنى الله عز وجل يكون ربنا عدنا بالافاده والنفع. وفي اخر حصه اتمنى لكم الخير والتوفيق، واستنونا ان شاء الله مع حصه الاستيراد واخر حصه في العضويه في الحل بتاع الوجبات، ونبدا جدول المراجعه مع بعض. واسيبكم تذاكروا دلوقتي، والسلام عليكم.